على مدى الأيام الماضية عاش ملايين الأمريكيين حالة من القلق والتوتر بسبب العاصفة الثلجية الشديدة. العاصفة تسببت في أضرار كبيرة جدا على مدى الأيام القليلة الماضية. أكثر من 900 ألف منزل انقطع عنهم الكهرباء. آلاف من الحوادث في الطرق. ملايين من الناس قعدوا بدون شغل ليومين والثلاثة، ويا دوب العاصفة انتهت النهاردة دلوقتي قبل ما نبدأ التسجيل معاكم، والحمد لله عدت على خير. لكن ده بيقول لنا إن في أبواب كتيرة توفر لينا مصادر للدخل، مصادر للأمان، أكتر من الشغل العادي اللي بيخلينا رهن التقلبات الطبيعية والتحديات الصحية وضغوط الوظيفة. وطبعا أي حد مغترب عارف إنه إزاي يوازن ما بين حياته الطبيعية لساعات شغل طويلة والتزامات الأسرة. الحاجة الحلوة دي هي الأونلاين. الأونلاين فتح مجالات كتيرة، وده مع ضيفتي النهاردة مينيتور مدام دلال، حد من المتميزين في البيزنس الأونلاين. هنناقش معاها دور البيزنس الأونلاين في توفير حياة أكثر استقرارا وأكثر يعني راحة للشخص نفسه ولأسرته، بالإضافة إلى عوائد مالية أفضل تأمن مستقبله ومستقبل أسرته. أهلا وسهلا بك مدام دلال. اهلا بيك استاذ مسعد، انا مبسوطه قوي ان انا مع حضرتك النهارده، وشكرا على الاستضافه وشكرا على المقدمه الجميله دي. شرفتيني يا فندم، شرفت ربنا المتابعين. يكرمك يا رب. اهلا بيك. الأول خلينا نبدأ، طمنينا ازاي الأحداث عندك في العاصفة الثلجية؟ الحمد لله استقرت، يعني النهارده ابتدت تستقر الحمد لله. الوضع كان مش حلو خالص امبارح واول امبارح، بس الحمد لله الوضع استقر. وصلنا تقريبا ل 22 انش 23 انش في المكان اللي احنا عايشين فيه. انا عايشه في بنسلفانيا. فالحمد لله يعني الامن مستتب حاليا. احنا أقل شوية من عندكم. أنا في لونج آيلاند نيويورك. 15 انش، يعني بنتكلم على تقريبا معدي ال 35 سنتي، عندكم معدي ال 40 سنتي. كتير واو، يا كتير. احنا يا بقى عندنا كمية انتوا محترمة، يعني ما تكسبوا شفناهاش من سنين كتير. تمام مدام دلال، قبل ما نبدأ كده في الكلام عن البيزنس، ادينا كده تعريف عن حضرتك. مين مدام دلال وازاي عايشة وانت فين وبتعملي ايه؟ انا دلال مصرية، عايشة في بنسلفانيا، ولاية في امريكا بنسلفانيا. جيت هنا متغربة انا واولادي وجوزي من حوالي 21 سنة. ما شاء الله. تقريبا ما اشتغلتش في اول 10 سنين، لاني طبعا كنت ام بس جست بربي اولادي. جوزي بس كان هو اللي كان بيشتغل لغاية ما أولادي ابتدت تكبر شوية، ومراحل الإعدادية والثانوية ابتديت أدور على شغل، واشتغلت حوالي 7 سنين في ميدل سكول. وطبعا كنت بشتغل بس من 9 ل2 عشان أقدر أرجع ألحق ولادي قبل ما يرجعوا المدرسة. يعني بحيث إن أنا أقدر أوفق بين ده وبين ده. وابتديت أشتغل فعلا الشغلانة دي. وبعدين بعد حوالي 7 سنين جت الكورونا، وكل طبعا الناس قعدت وأنا من ضمن. وما حبيتش ارجع للشغلانه دي تاني. لان فيما بعد في خلال ال5 سنين الاخرانيين اشتغلت يعني فول تايم. الاول انا بدات ببارت تايم، بعدين اشتغلت فول تايم. لقيت نفسي طول الوقت بره، ما فيش وقت لابني، ما فيش وقت لولادي. حسيت ان الوضع اتضغط عليا، وانا اصلا ما كنتش بشتغل في البدايه، فحسيت ان الدنيا اتضغطت شويه. وجا الكورونا وكلنا قعدنا وخلاص. يعني بنتي دخلت الجامعة في السنة دي بتاعت الكورونا دي، وبعدين وقفنا. ومن هنا فكرت ابتدي بقى افكر ادور على حاجة تانية، مرجعش واسيب البيت، مرجعش اشتغل واسيب البيت تاني. تمام. فابتديت ادور بقى في موضوع الاونلاين بيزنس، ودي كانت فرصة حلوة قوي. لاني وقت الكورونا كلنا كنا قاعدين في البيوت، كان كله بيدور على ريموت جوبز. مم. فيعني فضلت ادور واندمجت في كذا حاجه واشتركت في كذا حاجه، بس بصراحه ربنا ما نجحتش في البدايه يعني. فانا يعني ام وزوجه ومغتربه،
فيعني إذا كحال كل المصريين او المغتربين طب عامة. شايفه ان البيزنس، اسف للمقاطعه، شايفه البيزنس الاونلاين حقق لك المعادله الصعبه بين الموازنه بين البيت والاولاد وانك تعملي مصدر دخل؟ حقيقي هو حقق، خلينا اكون صريحة معاك، هو حقق وبيحقق فعلا المعادلة الصعبة للامهات. لاني انا جربت ان اشتغل بره واسيبهم سواء بارت تايم وسواء فول تايم، وجربت اكون في البيت متواجده معاهم لسنين طويله. وجربت اكون اكون اونلاين بيزنس، يعني ادير الشغل ده من البيت. انا في وسط ولادي دلوقتي، يعني دلوقتي لما العاصفه جت وقعدنا. آه، اي نعم انا الشغل ماشي. الشغل ماشي. يعني انا بشتغل شغل بره بارت تايم برضو، بس مش في دماغي بقى خلاص، ما انا كده كده مشغوله في الاونلاين هنا برضو، وبديره وشايفه حال بيتي وولادي والدنيا ماشيه الحمد لله. فما همنيش بقى اذا كان الستور ما حصلت او الستور قفل اللي انا شغاله فيه، لانه قفل يومين. تمام. فالحمد لله الشغل الاونلاين بيزنس فعلا بيساعد، فعلا فعلا بيساعد الامهات اللي زي حالتي، يعني اللي طب انا تسمحي لي بتكلم. تسمحي لي اضيف بس، يفضل. مش بس الامهات، ما كمان الرجاله يعملوا كده. حقيقي. كمان على فكره كمان انا يعني جوزي في البيزنس. انا هنا مثلا بقالي الشهر ده كمل سنتين ونص، واللغه عندي مش احسن حاجه، واخدت فتره كده وظائف هامشيه، أمم، وبعدين دخلت برضو مجال التعليم، وشغال في مدرسه. بس انت عارفه النفقات، الايجار هنا شكله طبعا. ايه. برضو بقى هو البيزنس الاونلاين عمل لي اضافه جنب الوظيفه، فهو يصلح لكل الفئات، لكل الوظائف. دكاتره، احنا معانا دكاتره، معانا مهندسين، صح. معانا صيادله، معانا ناس شغاله في مختلف المهن، حتى الحرفيه واليدويه، سواقين، صح. صنايعيه، ما شاء الله، كل المجالات. صح دي حقيقه. وكمان اساتذه جامعه في تخصصات نادره. مهم. ده بيقول ان هو يعني مجال حيوي والمستقبل كله ليه. ما فيش شك ان الاونلاين بيزنس دلوقتي اي حد يقدر يعمله. ما حدش يقدر يقول لي انا ما عنديش خبره، انا مش هقدر ابتدي بحاجه زي دي. دلوقتي التريننج، اي بزنس اونلاين فيه تريننج، وسبيشالي البيزنس اونلاين تبعنا احنا مرينا، هنتكلم عن خبره وعن اكسبيرينس احنا مرينا بيها ودخلنا وشفنا التريننج وشفنا المجتمعات تبعنا جلوبال بيزنس، يعني يصلح حقيقي لكل الفئات. تمام. طيب، نقول البلاتفورم اللي احنا شغالين بيه، البيزنس الاونلاين اللي احنا شغالين بيه، ايه اهم المميزات فيه؟ انك تقدر تشتغل على اي بلاتفورم، ما انتش مقيد يا اما فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك. انت تقدر يعني هم حاطين لك في التريننج تقدر تشتغل على اي بلاتفورم. يعني في ناس ما عندهاش امكانيه ان هي تخش على الفيسبوك او تخش على التيك توك، تقول لك انا ماليش في التيك توك، انا عمري ما كنت يعني عندي اكونت في التيك توك. لا، انت مش مضطر انك، هم حاطين لك التريننج خطوه بخطوه بحيث انك ما فيش عقبات تقف قصادك وتقول انا لا انا مش هقدر اكمل. لا، انت هتكمل بالتريننج وبالخطوات المحطوطه وهتنجح، لان غيرك نجح ومشى الخطوات دي وهو ما عندوش خبره برضو. انا واحده من الناس ما كانش عندي خبره انا كان كبيري قوي كان جاست فيسبوك، وابعت لاهلي واكلم اهلي على الفيسبوك وبس. مم. دلوقتي الحمد لله مع التريننج يعني خلصت التريننج يعني واشتغلت. مرونه كامله. ها. مرونه كامله. يا منظومة كاملة متكاملة، تريننج محطوط حقيقي حقيقة على ايد خبرة. مفيش حاجة يعني ميسنج فيها، يعني تقول في حاجة واقفة معايا. لا، التريننج فيه كل الخطوات اللي تخليك تبقى بروفيشنال ماركتينج. مم. طيب، لو قلنا حياه مدام دلال اتغيرت، ايه التغيرات اللي طرأت في حياتك قبل البيزنس عن بعد البيزنس عن قبل البيزنس؟ اتغيرت، انا نفسي اتغيرت. انا نفسي اتغيرت عقليا، حتى في طريقة التفكير اتغيرت. المايند سيت بتاعي يتشينج كليا. بقى عندي وقت اكتر. انا مش مضطره اروح اكسترا ساعات بره في الشغل. يعني انا بشتغل مثلا في مجال الريتيل، ممكن اشتغل من 11 ل 8 بالليل، ممكن اشتغل من 11 ل 9 بالليل. ده وقت كافي ان يعني انا عندي مشكله في يعني ماي لور باك.
في ساعات انت بتضطر عايز تشتغل عشان تساعد، تعرف متطلبات الحياة عاملة ازاي هنا. مم. يعني لا مفر منها. انا عندي اولاد في جامعات، مراحل جامعية محتاجة، خلينا نكون صريحين كلنا في الهوا سوا هنا، محتاجين اكسترا انكم. رسوم عالية جدا. بالظبط. فده قلل لي ساعاتي، لاني انا بيدخل لي دخل اونلاين وانا في بيتي. المايند سيت نفسه اتغير. التريننج والكلاسات اللي بناخدها والمايند سيت اللي بنحضره دايما، الكلاسات دي برضو بتنمي عقليتك، بتخليك تفكر بطريقة. انا نفسي زمان ما كنتش اتخيل ان انا هقعد على كمبيوتر. انا واحدة اي نعم متخرجة من يعني من مدارس في مصر وكل حاجة، بس قعدت هنا فترة كبيرة مع اولادي، في كل اهتماماتي بيهم. نعم. ما تخيلتش في يوم من الايام ان انا هعمل لنفسي بيزنس وهشتغل اونلاين وهطلع على لايفات وهعلم ناس تحتيه. ويعني يعني كل الحاجات دي بقول I'm proud of myself, like I did like لا انا بقولك انا اتغيرت، يعني الحمد لله للتغيير للاحسن، يعني البيزنس فعلا غير فيا. طب سؤال سريع، يعني مع انه ممكن ناس تشوف انه سؤال لا يجوز طرحه. العائد يشجع اي حد يطمن يفتح بيت؟ شوف، العادي يشجع فعلا. البيزنس فيه ارباح جميله ومهوله. وكل واحد بيتعب في البيزنس، واصل هو مش انا فتحت بيزنس خلاص، او انا بدأت بيزنس خلاص انا تمام كده. لا، البيزنس فيه خطوات لازم تعملها، وفي شغل عليه لازم تعمله. تريننج بيقول لك هتعمل واحد اتنين تلاتة. لما تخلص الاربع خمس خطوات اللي التريننج حاطينها لك وتشتغل بجد، هتلاقي فعلا الريزولت. مم. اي حد اشتغل لقى الريزولت، وانا شايفه ده بعيني، ما نقدرش ننكره. والايفنت اللي رحته في ميتشيجان ده، انا الاول كنت دايما بشوفهم من خلال الكاميرات، من خلال الميتينجز، ان كان مكالمات تليفونيه. بس انا رحت بنفسي وشفت الايفنت، وشفت فعلا الناس دي فعلا بتعمل جود كونتنت، وفعلا شغاله. وزي ما فعلا التريننج قال، يعني هم وصلوا من نفس المكان اللي احنا فيه. هم تمام. بدأوا من نفس المكان. هم بدأوا، يعني انا لما اتكلمت مع كوتش واثنين وثلاثة، ايه الادفايس اللي يعني ممكن تدوهاني؟ يعني انا لسه مثلا ما وصلتش لمرحلة الكوتش. قالوا لي المراحل اللي احنا عدينا بيها ووصلنا to be in this levels، انت لسه في نفس المراحل، يعني لازم هنمشي. اي حد بيشتغل على البيزنس بيلاقي فعلا ارباح ترضيه. وناس كتير انا شفتها في البيزنس اعرفها، they really quit their job، يعني سابوا اشغالهم الاساسيه، اذا كان نيرس، اذا كان صيدلي، اذا كان تيتشرز. سو في ناس فعلا سابت اشغالها. ده دليل على ان فعلا البيزنس ده مربح. يعني عندنا دلائل قاطعة وناس فعلا حية ترزق. طيب. احنا ماشيين على نفس الخطى. الناس بتسمعنا، انا في نيويورك، حضرتك في بنسلفانيا، بيقولوا دول في امريكا، هم في دول تانية. هل البيزنس للموجودين في امريكا بس؟ لا، البيزنس جلوبال، البيزنس عالمي. دي ميزة الاوتوميتد سيستم اللي معانا في البيزنس. الاوتوميتد سيستم بيزنس عالمي، تقدر تشتغله من اي مكان في العالم، سواء مصر، الكويت، السعودية، اي دولة، يعني استراليا، كندا. معانا ناس من بلاد تانية، بريطانيا، كندا، استراليا، كوريا. يعني كل البيزنس عالمي، يعني موجود في اكتر من 23 دولة حول العالم. فما فيش ان الدول اكسكلودد، او تقول لا البيزنس ما ينفعش يشتغل في امريكا بس عشان احنا في امريكا. بالعكس، لا، البيزنس عالمي واي حد يقدر يشتغله. عشان كده بنقول اي حد يقدر يريتش اس. مم. لو قلنا سؤال شخصي آخر، هل الحجاب كان له أي تأثير على، أو يعني سبب في أي إعاقة لشغلك في البيزنس أونلاين؟ بالعكس، لا، ما كانش عائق على الاطلاق. يعني بالعكس، انا حاسه اني الناس اللي بتكلمني وبتتواصل معايا بتكلمني عشان انا لابسه الحجاب. في فئه من الناس بتحب تتواصل مع الناس اللي تشبهها. تمام.
فليه لا؟ بالعكس انا شايفه ان الحجاب انا بعمل حاجه الحمد لله محترمه، بقدم محتوى محترم. بنوه عن بيزنس شغال في اكتر من 23 دوله. هو بيزنس العدد ده يمكن مقصود به مكاتب رسميه، لكن هو في كل دول العالم، يعني ينفع يشتغل في كل دولة، بس يمكن مكاتب رسميه في للنظام اللي احنا مكاتب رسميه في كل ولايه اه للكومباني نفسها فيه. اه بس بالنسبة للحجاب أنا ما شفتش أي عائق الصراحة وناس كتير معانا كتير أوي محجبين على فكرة، والحمد لله من الناس الناجحين ومن الناس الكوتش اللي عدت يعني. فلا أنا ما شفتش أي عائق للحجاب، أي حد يقدر يجوين يعني البيزنس. بعض المهتمين بالبيزنس مدام دلال لما بيجوا يتواصلوا معانا، وللوهله الاولى كده نقول له ابعت لنا الايميل، يقلق. ترد تقول بيقلق. له إيه؟ ترد تقول له ايه؟ هقول لك ايه يعني، الناس خصوصا في امريكا يعني، في اي حته دلوقتي عشان تروح تقدم مثلا على شغل بيقول لك لو سمحت سيب الاسم والايميل. لو انت رايح مثلا سامس كلاب او رايح كوسكو او رايح تقدم على ممبرشيب في شوب رايت اي ستور، حتى لو ستور جروسري، بيقول لك سيب التليفون والايميل. فانا شايفه ان الايميل ما هياش عقبه او حاجه من الحاجات اللي هي البرايفت انفورميشن قوي عشان انت الان تدي الايميل. اول حاجه دي. تاني حاجه ان الايميل ده هو وسيله الوصل، يعني همزه الوصل بيننا وبين اللي داخل عايز يعرف معلومات. من غير الايميل احنا ما نقدرش نتواصل معاك. ليه؟ لان احنا عندنا اوتوميتد سيستم بيبعت لك الرسائل والانفورميشن كلها اللي المفروض حضرتك عايز تعرفها عن البيزنس مبدئيا عشان تدرس البيزنس. مش احنا اللي بنبعت لك المعلومات دي، السيستم اوتوميتد سيستم هو اللي بيبعت لك الانفورميشن دي. من غير الايميل احنا بناخد الايميل بتاع حضرتك بنحطه على السيستم بيبعت لك الانفورميشن اللازمه. وده اكتر ضمانه، المفروض ان هو يكون اكتر ضمانه من ان احنا ناخد الايميل لنفسنا. احنا ما بناخدش الايميل لنفسنا، الايميل ده بيتسجل على اوتوميتد سيستم، والاوتوميتد سيستم بيقوم ب 80% من الشغل. بناء عليه بيوصلك ورشة العمل المجانية اللي بتديك خلفية مبدئية عن يعني تفاصيل البيزنس. دي حاجة. تاني حاجة هو دي وصلة الهمز ان احنا حضرتك تقدر تتواصل معانا، ان احنا كبني ادمين شخصيات حقيقية يعني. تمام. احنا بنطلب منك الايميل هنبعت لك حاجة او هيوصلك معلومات من خلالها بتبتدي تتواصل معانا. لا انا ما فهمتش ورشة العمل، طب ايه الخطوة اللي بعدها؟ فالايميل ده من اهم الخطوات المبدئية اللي بيثبت حسن نية حضرتك انك عايز تبدأ اونلاين بيزنس. هو اول خطوه لربطه بالسيستم، بالظبط. وكمان لما بيلاقي رسائل جاياله عن البيزنس ومواصفاته ومميزاته والخطوات بتاعته، يطمن ان هو كمان لما يدخل بالظبط. وحد هيجي يتعاون معاه، او هو حد محتاج مساعدته، هيلاقي ان السيستم بيشتغل عنه. وهو ده النقطة يا المهمة اللي مريحانا كلنا. بالظبط. السيستم هيريحك زي ما هو مريحني. انا مش هقعد اكتب لك كل كبيرة وصغيرة. بالظبط. تمام. 80% من الشغل الاونلاين بيزنس حاليا السيستم هو اللي بيعمله. حضرتك بتعمل 20% او 25% من اجمالي الشغل اللي المفروض حضرتك بتتشك وتشوف الكلاينت والكلام ده كله. بس 80% من الايميلات والحاجات اللي بتتبعت وورش العمل والمواعيد القادمة او الويبينارز، كل الحاجات دي بتتبعت لك من خلال السيستم. فالمفروض دي تكون نقطة امان وضمان ليك انك بالضبط. بتوصلك الورشة دي من مكان موثق. طيب، اللي بيتضايقوا وبيزعلوا ويقول لك مش يعني الممبر شيب $149 اللي هي الخطوة الثانية لدخول المجال البيزنس بقى بشكل عملي. $149 تلاقيه لا، طب ما تشرح لي كل حاجة هنا وخلاص. برضه وقلقان على $149، وممكن يتردد وما يكملش. طب انا لو هشرح لك كل حاجة هنا، انا حضرتك متواصل معايا ليه؟ طيب يعني لو هشرح لك كل حاجة هنا ما انا هحط لك كل حاجة هنا. اول حاجة مش احنا اللي بنشرح، خلينا اوضح لك حاجة. ال 149 اللي بتدفعها هي ما هي الا عبارة عن ممبرشيب مؤقتة. يعني خلينا نقول مثلا حضرتك مش هتدفعها وهتضيع عليك. لا حضرتك احنا بنقول انت ليك صلاحية 30 يوم من خلال من وقت الدفع. شهر كامل، بتاخد شهر كامل بتقدر تدرس فيه تفاصيل البيزنس كاملا.
مش بس تمام. كده، احنا مش بنسيبك لوحدك، لا انت بيكون معاك منتور وكوتش بيشرح لك. يعني لو انت وقفت مثلا في حاجه، اول ما دخلت وتعرفت على تفاصيل البيزنس كاملا، انت بتاخد اجمالي، انت داخل تبتدي مشروع، داخل تعمل مشروع، حضرتك لازم يكون عندك انا مش راح، انا لو رايح اعمل مشروع عادي، يعني راح اشتري محل مثلا عادي، هشتري من حد، هروح وهعاين وهشوف التراخيص وهشوف الدنيا عامله ازاي. حضرتك راح تعمل بيزنس لنفسك، فطبيعة الحال حضرتك انت اللي مهتم تشوف التفاصيل، فاحنا بنديك كل التفاصيل دي بال 149، بنقول لك دي البوابة عشان تخش تدرس زي ما بيقولوا الجدوى بتاعة المشروع. بناء عليه حضرتك بعد ما بتشوف كل التفاصيل وبتدرس وبتقول اه البيزنس مناسب ليا، طب ايه الخطوة اللي بعدها؟ حضرتك درست البيزنس وشفت كل التفاصيل وحسيت ان البيزنس مش مناسب ليك، بكل تسترجع. سهولة بتقول أنا شفت تمام، أنا مدام دلال أو أستاذ مسعد، أنا شفت التفاصيل بتاعة البيزنس ده ودرست المحتوى، ومثلا البيزنس ده مش مناسبني، تمام. فبكل ما سهولة خسرش حضرتك حاجة. ما خسرش حاجة. م. هو بس شاف الدنيا عاملة ازاي ودرس الجدوى المشروع وشاف التفاصيل، ما مناسبوش. يعني في ناس فعلا، يعني خلينا اقول لك ان البيزنس مش مناسب لكل الناس، في ناس فعلا يعني ما تقدرش تدير بيزنس زي ده. في ناس، بس الناس اللي عندها بيربس، الناس اللي عندها اهداف، عندها طموح، كل واحد بيخش البيزنس ده لغرض، يعني لهدف في دماغه. بكل سهولة ما يناسبكش البيزنس بتقول انا عايز اعمل ريفند، ماشي بنعمل لك ريفند، بنعمل برضو ريكوست للسيستم وبنقول ان الاستاذ فلان ما شاف البيزنس ومش مناسبه، فبنعمل لك ريفند في خلال 24 ساعة، ماكس 48 ساعة الريفند بيكون في نفس الباي ميثود اللي انت ده ال دفعت بيه. 48 ساعة بيبقى فقط تحويلات اف بين يعني البنوك بنقول، وبعضها. اف انما بس هي هو 24 hours. في نفس اللحظة بيعمل استرجاع، بس yeah. بيبقى تحويلات البنوك هي اللي بتاخد ال بالظبط، 24 ساعة او ال 48 حسب ساعة. كل بنك. م. بس هنا انت ما بتخسرش ال 149، ف 149 ما هي الا انك بياخد بوابه اكسس تخش كامل. تدرس البيزنس. م. الناس باك بتكمل وبنخش على مرحله الكوتشنج كول، وبنخش على مرحله الدراسه الديب ستادي عشان تقول تمام، والبيبر ورك والكلام ده. مش مناسبك بنعمل لك ريفند بكل سهوله، ما فيش اي، يعني ما فيش اي عقبه. فلو كل واحد عايز يخش ويقول لك اديني التفاصيل هنا، خليني اقولها لك بصراحه. طب انا لو انا هديك التفاصيل هنا وهقعد اشرح لك هنا، لو نفرض ان انا هشرح لك هنا ماشي، لو انا مؤهله وهشرح لك هنا، انا ليه هضيع وقت؟ مش هو اوتوميتد بيزنس؟ مش هو معمول عشان انا اوفر وقتي وجهدي وان السيستم يعمل لي 80% من الشغل؟ ليه عايزني انا اضيع وقتي هنا واشرح لك هنا؟ غير كده انا عمري ما هشرح لك زي ما السيستم اوتوميتد سيستم محطوط، ده في خبره هم عاملين دراسة الجدوى دي بطريقة ما تشرح لك كل التفاصيل من غير أي confusion. وما ينفعش تاخد تفصيل مشروع من مكالمة او رسالة. بالظبط، عمري ما هجيب لك كل التفاصيل دي. انت بتديك 6 أو 7 فيديوهات فيها كل دراسة جدوى تفصيلة. متكاملة من الالف للياء. م. بالظبط. مين هيقدر يقعد معاك ساعتين 3 عشان يديك التفاصيل دي في مكالمة تليفون أو في مكالمة واتساب؟ بالضبط. وأنا لو عملت حاجة زي كده عمري ما هعملها بالشرح الدقيق زي ما الخبراء حاطينها، وبنفس الوقت هظلمك اني انا ممكن تقع مني في تفصيلة او حاجة مش هقدر اجيبها لك بالمعنى الدقيق. م. فمعنى يعني ال 149 انت مش خسران منها اي شيء، ال 149 مستردة في خلال 30 يوم. وده يعني دليل على احنا ثقة، ان يعني احنا بنديك بنقول لك هنبعت لك ال 149 تاني اذا ما ناسبكش البيزنس. دي اكتر من كده ايه تاني؟ يعني احنا واثقين في اللي احنا بنعمله، يعني اكتر من كده ونقول لك هنبعتها لك تاني. حقيقي من يعني من الكلام الممتع لضيفتي العزيزة مدام دلال. فرصة مميزة جدا. بيزنس بيحقق مرونة كاملة لحياتك، عامر بالمميزات. بتلاقي سيستم يشتغل عنك 80%. صح. بتلاقي كوتش ومونيتور يمشوا معاك رحلتك من أول خطوة، وبيتنقلوا معاك مرحلة مرحلة لحد ما توصل وتحقق أهدافك لأبعد مدى. بتلاقي عوائد متغيرة، بتلاقي صداقات من كل دول العالم، بتلاقي نمو عقلي ونمو معرفي ونمو تكنولوجي خطوة خطوة.
بتتحول لإعلامي وبتتحول لصحفي وبتتحول واحدة واحدة من غير ما تدرى. بتلاقي نمو معرفي، عقلي، اقتصادي، اجتماعي، صداقات، بكل المقاييس لا تقدر بثمن. والأهم من ده كله إنه المخاطر تكاد تكون معدومة لأنه التكاليف زهيدة. بشكر حضرتك جدا مدام دلال، أمتعتيني بحديثك الشيق وبمعلوماتك الثرية. وكلمة أخيرة تقوليها لضيوفنا قبل ما نقفل. اقول لهم ان احنا دلوقتي في موجة، موجة الاونلاين بيزنس والتكنولوجيا. واذا ما اذا ما قدرتش تلحق وتتعلم حاجة او تحط رجلك في حاجة تتعلمها، الاونلاين بيزنس او الديجيتال ماركتينج، انت هيفوتك كتير، وهتلاقي نفسك بعد مثلا 5 سنين كمان انت في محل، لا انت خلاص انت استقيت في محل، لا انت قادر تتواكب مع اللي موجود حاليا، ولا انت قادر ترجع باك. دي اكتر وقت دلوقتي تقدر تعمل فيه اونلاين بيزنس او تجوين اونلاين بيزنس، ايا كان اونلاين بيزنس، حتى مش اللي احنا بنتكلم فيه بس. لازم تواكب الموجة وتتعلم حاجة. لان يعني من خلال تجربتي في الاونلاين، انا ما بقاليش كتير في الاونلاين، بس كمية المعلومات والحاجات اللي انا اتعلمتها، حقيقة انا فخورة بنفسي ان انا وصلت للمرحلة دي، وعمري ما كنت اتخيل ان انا يعني هوصل للمرحلة دي في الكمبيوتر، من nothing، من لا شيء. ما شاء الله. ف يعني كل ما انت هتبتدي بمرحلة وتتعلم فيها وتمشي فيها، ربنا هيساعدك وهتلاقي نفسك ماشي فيها واحدة واحدة، لان التعليم بياخدك لفوق ما بياخدكش لتحت. فالحقوا يعني اعملوا حاجة اونلاين، اتعلموا حاجة اونلاين، خدوا كورسات، لان الموجة دلوقتي اذا ما كنتش تواكبها هتلاقي نفسك محلك سر. وهتلاقي نفسك مش يعني في سبوت مش هيعجبك. جوين الاونلاين بيزنس، جربوا، حطوا الايميل، مش خاسرين اي شيء، حطوا الايميل والاسم، خدوا المعلومات وشوفوا البيزنس، درسوه، اتكلموا مع المنتور، اتكلموا مع الكوتش، تقدروا تتواصلوا مع الأستاذ مسعد، تقدروا تتواصلوا مع أي حد من الجروب بتاعنا. احنا دايما حاطين الإيميل، والدنيا الأستاذ مسعد هيسيب الإيميل under the video. تواصلوا مع الأستاذ مسعد، تواصلوا معايا، واحنا بنديكوا التفاصيل خطوة بخطوة، وبتدرسوا البيزنس. وإذا في أي حاجة مش مفهومة بنقدر نشرحها لكم one on one. وإذا مش ناسبك، أنت تعرفت على بيزنس موجود في الساحة، وشفت ناس وتعلمت إن في، وعرفت إن في بيزنس موجود تقدر تبتديه من غير اكسبيرينس، تقدر تبتديه من غير دخل كبير، تقدر تبتديه وأنت في البيت. أي حد disability. يعني أنا لما بدأت البيزنس ده، a lot of people they're contacting me they have disability، ما بيقدروش يخرجوا. help a lot of people، للناس اللي ما بتقدرش تخرج من البيت بس نفسها تعمل شغل، نفسها يكون عندها دخل. الناس اللي امهات اللي مش قادره تخرج، خصوصا هنا يعني في الغربه. كل اللي بيتغرب مبدئيا بيبقى نفسه بس يحافظ على بيته واولاده في الاول. بس زي ما شفت مستوى المعيشه ابتدى بقى غالي جدا، والدنيا غليت، وكله عايز يعمل سايد جاب او سايد انكم بيساعد الدنيا تمشي شوية. وأي مغترب متأكدة ان البيزنس ده هيكون كويس ليه، حتى لو انت فول تايم، حتى لو انت بارت تايم، انت لسه بتعمل الاونلاين بيزنس بجانب ده، لان ما بيطلبش منك غير ساعتين 3 في اليوم. بتلاقي نفسك نفسيا ماديا المايند سيت بتاعك اتقدم، واتعرفت على ناس من جميع انحاء العالم، بتتعلم كل يوم حاجة جديدة. فانت مش خسران اي شيء انك تبتدي وتقول انا عايزة اتعلم حاجة جديدة. مرة تانية مرت العاصفة الثلجية على خير، لكن أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن راية البيزنس الأونلاين هي الأهم وهي الأبقى في الوقت الحالي. شكرا جزيلا لكم متابعينا الكرام، شكرا جزيلا لك مدام دلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. متشكرة قوي يا أستاذ مصعب، تشرفت بمقابلتك النهاردة. شكرا لك. العفو، مع السلامة. مع السلامة فندم. سلام.